تخيل كده إن في طائر شكله يخليك تقف ثانيتين وتسأل نفسك، هو ده بجد؟ ولا الطبيعة كانت فاضية يومها وقررت تستعرض شغلها؟ الطاووس طائر لو ما كنتش شفته قبل كده، أول رد فعل هيبقى واو. ألوان، ريش، لمعان وحركات كأنه عارف كويس قوي إن كل العيون عليه. بس خليني أقولك حاجة مهمة من البداية، الجمال ده مش صدفة ومش هزار ومش مجرد زينة، ده علم وتطور وحيلة بقاء ذكية جدا. الطاووس أصله منين؟ الطاووس في الأصل جاي من الهند وجنوب آسيا، ومن هناك بدأ ينتشر في العالم كله. الناس حبت شكله، ربوه في القصور، في الحدائق الكبيرة، في أماكن تحس فيها بالفخامة. ومش أي مكان ينفع للطاووس، هو بيحب الأماكن الواسعة اللي فيها شجر عالي، عشان بينام فوق الشجر مش على الأرض زي ما ناس كتير فاكرة. مش كل طاووس شكله كده، أغلبنا لما يسمع كلمة طاووس يتخيل الطائر الأزرق اللي بديل طويل وعيون ملونة، بس الحقيقة إن في أكتر من نوع. في الطاووس الهندي وده الأشهر، وفي الطاووس الأخضر ألوانه أقوى شوية وشكله أرفع شوية، وفي نوع نادر جدا في إفريقيا اسمه طاووس الكونغو، يعني حتى الجمال له درجات. ذكر ولا أنثى؟ وهنا بقى المفاجأة اللي ناس كتير بتتفاجئ بيها، الطاووس اللي شكله يخطف العين ده هو الذكر، أما الأنثى شكلها عادي جدا، ألوان هادية وريش قصير. ليه؟ عشان الأنثى دورها تحمي نفسها والبيض، لازم تستخبى، لازم تبقى مش ملفتة، إنما الذكر مطلوب منه يستعرض. الديل بطل الحكاية. الديل ده بقى قصة لوحده. أولاً هو مش ديل حقيقي، ده ريش طويل طالع من الظهر. الريش ده ممكن يوصل طوله لمتر ونص، فيه أكتر من 150 ريشة، وكل ريشة مرسوم عليها شكل شبه العين. ولما الطاووس يفتحه بيعمل دايرة كاملة، وكأنه بيقول بص عليا كويس. بس استنى هنا، هو الطاووس مش شايف إن الديل ده تقيل؟ مش خطر عليه؟ مش مفروض يبقى نقطة ضعف؟ العجيب بقى إن العلم بيقول العكس تماماً، الجمال يساوي صحة. العلماء اكتشفوا إن كل ما الديل يبقى أكبر وكل ما الألوان تبقى أنظف، كل ما الطاووس يبقى صحته أحسن. يعني الديل ده شهادة طبية متحركة. الأنثى لما تشوف ذكر بديل قوي ومنظم تفهم إن مناعته كويسة، جيناته قوية، هيخلف صغار أقوى. فالاختيار هنا مش عشوائي، ده اختيار ذكي. طب والمفترسات؟ رغم شكله الملفت الطاووس مش ضعيف، هو بيجري بسرعة، بيطير لمسافات قصيرة، صوته عالي جدا، وصوته ده مش صدفة، ده إنذار. يعني لو في خطر الطاووس أول واحد يزعق ويخلي كل اللي حواليه ياخد باله. وفي لحظات الخطر فتح الديل فجأة قدام مفترس ممكن يخوفه، لأن حجم الطاووس بيبان أضعاف حجمه الحقيقي. بياكل إيه؟ الطاووس مش طائر مدلل في الأكل خالص، بياكل حبوب، فاكهة، حشرات، ديدان، وأحياناً ثعابين صغيرة. وده يخليه مهم للبيئة، لأنه بيقلل الحشرات وبيساعد في التوازن الطبيعي. صوته عامل إزاي؟ وهنا الصدمة، شكل ملكي بس صوته حاد وعالي وممكن يخض. ناس كتير أول مرة تسمعه تفتكر إن في حد بيصرخ، بس الصياح ده ليه استخدامات: تحديد المنطقة، تحذير، جذب الإناث في موسم التزاوج. ذكاء الطاووس. الطاووس مش أذكى طائر في العالم، بس عنده ذاكرة مكانية كويسة، بيحفظ منطقته، يعرف أماكن الأكل والنوم، وبيعيش غالباً في مجموعات صغيرة مش لوحده. التزاوج وتربية الصغار. في موسم التزاوج الذكر يستعد والأنثى تختار، بعد كده الأنثى تحط من 3 ل6 بيضات وتحضنهم حوالي شهر، والذكر دوره خلص. الصغار لما يطلعوا شكلهم عادي جدا، مفيش ديل. الديل الحقيقي بيظهر بعد 2 أو 3، يعني الجمال ده بياخد وقته. الطاووس في المثقفات. الطاووس مش بس طائر، في الهند رمز وطني ورمز للجمال والحظ. في
في مثقفات تانية رمز للغرور، وفي الفن رمز للخلود، يعني كائن واحد ومعاني كتير. عمر الطاووس في الطبيعة يعيش من 10 ل 15 سنة، في الأسر ممكن يوصل ل20 سنة. في النهاية الطاووس بيعلمنا درس غريب شوية، إن الجمال مش دايماً ضعف، وإن الاختلاف ممكن يبقى قوة، وإن الطبيعة أحياناً بتحب تستعرض شغلها، مش عشان تبهرنا بس، لكن عشان تثبت إن الإبداع جزء من البقاء.